الله يبقيكم. السلام عليكم. الله بالخير. الله يمسيكم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصالة عن أخواني الأخ أبو سعد، الأخ أبو وسيم، لقينا شرف دعوة من هذه الوجوه الغالية. أنتم عزاز وغاليين، بيض الله وجيهكم، كثر الله خيركم، جمل الله حالكم، أسعد الأوقات وأجمل لحظات أن نرى هذه الوجوه، بيض الله وجيهكم، جعلهم دائمين لا خلا ولا عدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى على موجب دعوة منكم. هذا قد علمنا وعظام. يسد الواجب ويكرم ضيوفه من قلوب صافية. ما صار الضيفان هذا الليل عيدي والفرح يبني به الشعر قصيد في رضاكم يا وفود فزم من قسم الجمال. أصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء الحاضرين وأنا خادم لهم في هذا المكان في المقال والمقام، نرحب بالأستاذ شامي الذي أحيل إلى التقاعد هذا العام. نسأل الله أن يعجل ما قدم في حياته عونا له وأجر له يوم القيامة. وكذلك الأستاذ علي الذي عمل في عدة أقسام، ذلك الرجل المبدع والتقني الذي أفاد كثير من الأقسام، وبعض الأقسام لا زالت تعمل على ما كان يبدأ عليه في هذا القسم، فأسأل الله ينور طريقه ويوفقها أيضا أحيل إلى التقاعد، ونسأل الله أن يجعل القادم أيام كلها سعادة. كذلك أبو وسيم الترقية ذهب إلى رجال ألمع ثم عاد إلى تعليم محايد وهو منا وفينا، فمرحبا بالجميع والله يحييكم. الزملاء اللي ترونهم أمامكم عندهم هدايا عينية، وهي والله لا تعبر عن المحبة، ولو كانت الهدايا عن المحبة لما استطعنا حملها لمحبتكم في قلوبنا من سنين. فمرحبا بكم ملايين. مرحبا مليون يا من سر شوف من يسد الواجب ويكرم ضيوفه من قلوب صافية. والدك ربي يبارك في حياته، حاز علم موجود في قلبه وذاته من سنين ماضية. يا عسى المولى يديم الخير دايم وان يوفقنا على شد العزايم للقريب وللبعيد. يا عسى المولى يديم الخير دايم وان يوفقنا على شد العزايم. والله العظيم لا كمبادرة وكفكرة، يعني أعدتوا لي ذكريات قديمة جدا، وأعدتوا لي أشياء جديدة وذكريات حقيقة لن تذهب ولن تنسى، بل أحيتوها من جديد. من جميل الطالع ومن جميل القدر أن الله سبحانه وتعالى يسر واجتمعنا في هذا المكان الطيب، وهذا إن دل على شيء فهذا يدل على أصالتكم وعلى وفائكم. مهما ذهبت المناصب ومهما ذهبت الأزمان ومهما ذهبت الأوقات، فإن شاء الله كنز المحبة الموجود داخل قلوبنا لكم جميعا أنه موجود، وأنتم بهذا الموقف والله العظيم قلتها لا حسن يمتلك عبد الرحمن جزاه الله خير، وجه الله أقل ما يمكن من التكاليف الهدف أن نلتقي ونشوف بعض. والله لقائي بهذه الوجوه الطيبة أعاد لي ذكريات جميلة، وأعاد لي مواقف جميلة، وأعاد لي من ذكريات الرجال اللي فعلا أهل مواقف، أهل عزيمة، أهل إصرار، أهل نجاح. لا أنسى عندما اجتمعنا في صالة الاجتماعات أول اجتماع قلت لكم ذاك اليوم نبغى خدمات الطلاب الأول على مستوى المملكة، والله ما كملنا سنة لو فعلا بتوفيق الله ثم عزيمة هذه الرجال الموجودين واللي غايب عنا نسأل الله يحفظهم، فعلا أصبحنا المتحدث الأول في السنة الثانية مباشرة. يعني حتى حضرت اللقاء السنة اللي قبلها ولا كلمة، قاعد في آخر الصالة. السنة الثانية اللقاء ما كمل سنة، محايد عسير رقم واحد، لأن عندنا برنامج وعندنا فريق عمل وعندنا ناس تعمل وعندنا شغل. كنا الأول في اللقاء ليس بعلي وإنما بالمجموعة كلها، وثقوا أن أي واحد له لمسة له مشاركة له عمل لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. إن ضاع عند الناس فلن يضيع عند الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا ويكتب أجركم ويصلح لنا ولكم النية والدريان على كل شيء قدير. ممنون لكم كثير وشاكر لكم كثير، ولن أوفيكم مواقفكم النبيلة من سنين مهما سويتم مهما فعلت، لكن لكم دعوة ظهر الغيب ومحبتكم تبقى في القلب ما حييت من الله عز وجل. الله يبارك وجهكم. مرحبا مليون يا من سر شوف من يسد الواجب